السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رابعة، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كلنا مستعدين لحل اسئلة اختبر نفسك. يلا كده نتحمس كده مع بعض ونبدأ بأول سؤال. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي. أي من التالي يعد من معوقات خطط التنمية في مصر؟ يبقى ايه المشكلة اللي قدامك تعد من معوقات التنمية؟ بناء المستشفيات مشكلة، ولا بناء المدارس، ولا مشكلة الأمية، ولا إقامة المشروعات؟ طبعا معوقات يعني مشكلة، تبقى ايه؟ برافو عليكم، تبقى مشكلة الايه؟ الأمية. السؤال التاني، عدم معرفة القراءة والكتابة، ده أمية معلوماتية ولا حضارية ولا هجائية ولا وظيفية؟ برافو عليكم، الإجابة ايه؟ أمية هجائية. تبذل الدولة جهودا للقضاء على الأمية في مصر، منها الاهتمام بنقط. الدولة بتعمل ايه علشان تقضي على الأمية؟ بتعمل عمل، بتهتم بالصحة، بتهتم بالتعليم، بتهتم بالسياحة. ايه اللي بيرتبط بالأمية؟ التعليم ولا العمل ولا الصحة ولا السياحة؟ طبعا برافو عليكم، التعليم. كتابة استخدمها المصريون القدماء على شكل صور ورسوم. الكتابة دي اسمها عربية ولا هيروغليفية ولا سريانية ولا سومرية؟ طبعا إجابة صحيحة، الكتابة الهيروغليفية. السؤال اللي بعد كده، أمامك خريطة صماء لمصر، ادرسها ثم اختر الرقم الذي يشير إلى الإجابة. محافظة تنخفض فيها نسبة الأمية، محافظة من المحافظات الأقل في الأمية، الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم، هتكون رقم 1 ولا رقم 2 ولا 4 ولا 3؟ طبعا المحافظات الأقل أمية مين يفكرني؟ محافظة ايه؟ محافظة البحر الأحمر، وعندي بورسعيد، وعندي الوادي الجديد. طبعا بورسعيد هنا مش مديني رقم، الوادي الجديد مش مديني رقم، عندي هنا محافظة البحر الأحمر مديني رقم، يبقى رقم 1 لأنها محافظة البحر الأحمر. برافو عليك. السؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. تسعى مصر لإقامة العديد من المشروعات لتحقيق الحياة نقط للسكان. مصر بتعمل مشروعات عشان تحقق حياة الكريمة. الأمية تقلل من فرص الحصول على فرص الحصول على على العمل. برافو عليكم. أنشأ المصريون القدماء المدارس من أجل الاهتمام بنقط. المصريون القدماء عملوا المدارس عشان يهتموا بإيه؟ عشان يهتموا بالتعليم. تعد زيادة معدلات الجريمة وتهديد أمن واستقرار المجتمع نتيجة لمشكلة نقط. فكروني بقى كده بالمشكلة اللي كانت بتتعلق بمعدلات الجريمة، مشكلة الأمية ولا البطالة؟ برافو عليكم، مشكلة البطالة. عدم قدرة الفرد على تشغيل الأجهزة، ده كان أمية ايه؟ أمية هجائية ولا أمية معلوماتية؟ برافو عليكم، أمية معلوماتية. السؤال الثالث، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. الأمية المعلوماتية عدم قدرة الشخص على القراءة والكتابة. طبعا إجابة خاطئة، لأن برافو عليك، لأن العكس، الأمية الهجائية هي اللي عدم معرفة القراءة والكتابة. تزداد نسبة البطالة في الحضر أكتر من الريف. إجابة صحيحة. تؤثر الأمية إيجابا على الفرد والمجتمع. الأمية بتأثر بالإيجاب. طبعا إجابة خاطئة، برافو عليكم، لأنها بتأثر سلبا. ممتازين. وضح العلاقة بين الكتابة والحضارة. يلا كده فكروا في سؤال ما العلاقة واربطوا لي الاتنين ببعض. ايه العلاقة بين الكتابة والحضارة؟ طيب في ناس كتير هتقول ايه بقى؟ برافو عليكم، ان الحضارة عرفناها من الكتابة، يبقى الكتابة ساعدت على الكتابة الهيروغليفية ساعدت على معرفة معرفة الحضارة المصرية القديمة.
يبقى كده الكتابة ساعدت على معرفة الحضارة، وبكده نكون ربطنا الاتنين ببعض. وبكده كمان نكون اخدنا اللي جاوب معايا وذاكر بس هيكون اخد 15 من 15. يبقى كده اطمن ان هو ذاكر الدرس ده كويس وفهمه، ويقدر ينتقل على الدرس اللي بعده. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب تكونوا فهمتوا، ويا رب تكونوا ذاكرتوا معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.